عودة البريمير ليج، عودة الدوريات، عودة الروح إلى الجسد أخيرا أخيرا. جاء اليوم اللي كل الناس منتظراه، وهي عودة الدوريات مرة ثانية. أهلا بكم معانا في قعدة الخميس. هي أول قعدة خميس، خش على الانترو بتاع قعدة يوم الخميس. ازيكم عاملين ايه في برنامجكم كورة في الميزو؟ في البداية بس حابب اعتذر لكم لو الجودة او مش لو اكيد الجودة هتبقى اقل من الفيديوهات اللي فاتت، دوت بس حاجة تقنية شغالين عليها، فنعتذر لكم عن جودة الفيديو دوت. هو قعدة الخميس هو المفروض قاعدة مع الرجالة، بس الرجالة الحمد لله كل واحد عنده ظرف يعني، فما قدروش يجوا النهارده، فأنا هعمل قعدة الخميس النهارده لوحدي. إن شاء الله بإذن الله من أول الخميس الجاي هيبقى القعدة معانا الرجالة فيها. نبدأ قعدتنا الخميس وهي بداية نارية. باريس توتنهام. توتنهام عملت في الماتش الصراحة زي ما الكتاب بيقول، عملت كل حاجة في الماتش، سجلت هدفين، كانت كسبانة 2-0 لحد الدقيقة 84. بس باريس مع احترامي يعني، بس باريس أشرف حكيمي قاد باريس، وده المعتاد يعني بتاع أشرف حكيمي في آخر فترة مع باريس، إن هو مفتاح كلمة السر بتاعت باريس أشرف حكيمي وديمبلي. الاتنين جون الراجل الكوري اللي مش هفتكر اسمه طبعا، وراموس على طريقة ناصر منسي يحط التعادل، يخش ضربات الجزاء يحطها في النص برضه. وفان دي فين اللي من رأيي كان واحد من أسباب، أو كان هيبقى واحد من أسباب فوز توتنهام بالكاس، يضيع ضربة الجزاء بتاعته. تيل يخش وراه يضيع ضربة الجزاء، هي كمان تتبخر أحلام توتنهام. سيناريو من سيناريوهات كرة القدم اللي خلاص بقينا معتادين عليه يعني، وكل مرة بيبقى سيناريو أجمل من اللي قبليه، بس هي دي الكورة. انت تعمل كل حاجه، تسديدات، خطوره. شوط اول كان فوق الممتاز لتوتنهام. توماس فرانك عمل واحده من اجمل ماتشاته، اعتقد هيبقى سيزون كويس قوي لتوتنهام مع توماس فرانك. تبديل بالينيا ديت اعتقد هي اللي خسرت توماس فرانك الماتش، انك انت طلعت نص ملعبك اللي كان عم بيضغط، كان موقف الخطوره، طلعته. اعتقد هو ده اللي فرق مع توتنهام. شايف ان هو هيبقى سيزون كويس جدا جدا لتوتنهام. السيزون دوت هيبقى ابجريد مرعب هيحصل لهم في الدوري، شكلهم في الدوري هيبقى مختلف طبعا عن السيزون اللي فات. باريس الصراحه زي كل سيزون يعني هتروح فرنسا هتكسب كل حاجه، هتكسب الانتر كونتيننتال يعني، اعتقد يعني. انريكي شابوه انريكي الصراحه. بس نتكلم عن الدوري الانجليزي. بدايه الدوري الانجليزي ده هتبقى بدايه ناريه بكره الجمعه. ليفربول بورنموث، اول ماتش الدوري الانجليزي، هيبقى ماتش جامد. بعد كده قمه الدوري الانجليزي او قمه الجوله الاولى ما بين اليونايتد وارسنال. جيوكيرس، اتمنى جيوكيرس تبقى بدايته مع الارسنال بدايه مفرحه لينا كده ان شاء الله، نكسب اليونايتد نعلى جدول الصداره وما ينزلش من عليك اللي فيه كده، يفضل من اول جوله لحد اخر جوله على الصداره وياخد دوري، وليه لا. السيتي رودريجو، طلع الكلام ان رودريجو جاي السيتي. دوناروما بيقولوا جاي السيتي. اعتقد بدأ قبل بداية الدوري بيدور على المواقف بتاعته. لو سابينيو راح توتنهام كمان هتبقى واو واو يعني، هيبقى ابجريد مرعب لتوتنهام لو سابينيو راح معاهم. الشياطين عاملة موسم صفقات جامد قوي قوي قوي، شايف ان هو سيزون هيبقى كويس برضو لليونايتد. هيبقى
اللعيبه تبقى في قمه مستواها، قمه تركيزها. ليه؟ لانه السيزون اخره فيه كاس العالم. كاس العالم البطوله الاكبر الاحلى الاعظم في تاريخ الكوره طبعا. كله هيبقى عايز يروح في قمه مستواه. اعتقد انه هيبقى سيزون جامد قوي قوي. دوري الابطال هيبقى ممتع السنه دي بشكل لا يوصف. الدوري الانجليزي السنه دي ما فيهوش توب فور، ده فيه توب فايف. يعني انت متخيل انك توب فور على طول بتبقى فيه منافسه على المركز اللي هو بقى مين هيروح دوري الابطال مش عارف ايه. تخيل ان هيبقى فيه توب فايف، هتلاقي المنافسه مضاعفه. هتلاقي الدوري الاسباني مولع هو كمان. ريال امبارح هيكسب 4-0. اردا جولر واو واو الصراحه. هيبقى موسم انفجار اردا جولر. تشابي الونسو عامل شغل محترم قوي 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 مع ريال مدريد. شفناه في كاس العالم اصطدم من باريس الصراحه في بدايه تشابي الونسو. بس دوت ما يدلش على اي حاجه. تشابي هيبقى سيزون كويس. انا شايفه هيبقى سيزون ان شاء الله. ريال مدريد هيرجع لبوابات التتويج تاني. كتيبة هانز فليك الصراحة مرعبة مرعبة مرعبة. يضاف لهم راشفورد الصراحة هتبقى إضافة مميزة. أعتقد يعني هتبقى إضافة مميزة في برشلونة. بيخلصوا من تير شتيجن، بيحطوا إصابة طويلة الأمد. هيدخلوا جارسيا مكانه ويطلعوا تير شتيجن. تبدأ بقى يشوف تير شتيجن بقى يصرفوه بقى. يبدأوا مثلا يدخلوا حد مكانه في يناير أو حاجة يدعموا بيه الفرقة. شايف ان الصراحه برشلونه فرقه مميزه. عشان كده شايف ان كمان هيبقى سيزون طحن في الدوري الاسباني. الدوري الفرنسي والدوري الالماني طبعا يعني نسبه 99% هم محسوبين من باريس والبايرن. الدوري الايطالي كله بيتراضى هناك. الله اعلم مين هياخد الدوري، مين هياخد الكاس، مين هياخد السوبر. كله بيتراضى هناك. الدوري المصري بتاعنا اتمنى ان الاهلي يشوف له صحوه قدام فاركو بكره برضه ان شاء الله. اتمنى ان هو يكسب. اتمنى يرجع على طول مع الكابو بتاعت فيوتشر اللي حصلت له الماتش اللي فات. اتمنى ان ما نشوفهاش تاني. اتمنى يبقى في حزم اكتر من ريبيرو. يعني اللي شفناه من دلع من لعيبه، من ان هو قاعد على الدكه مش همه تغييرات غير منطقيه، مستويات وحشه لبعض اللعيبه. يعني انا شايف ان ريبيرو لازم يتدخل في الموضوع دوت. 3 بونت جايين مهمين جدا جدا جدا. لازم تاخدهم باي ثمن. لازم تاخد 3 بونت دول قدام فاركو. اتمنى الاهلي ياخد الدوري، يتوج بدوري ابطال افريقيا. اتمنى ريال مدريد ترجع للانتصارات للتتويجات. والارسنال اتمنى ارسنال ياخد الدوري، ياخد دوري الابطال، ياخد اي حاجه يعني. اتمنى ارسنال ياخد بطوله تكليلا لمجهود ارتيتا وتكليلا للفرقه ديت. الفرقه ديت صراحه تستاهل والله. لعبوا حلو قوي 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 السيزون اللي فات. بس للاسف ما كانش فيه اللي بيفتش. للاسف اتمنى جيوكيرس يجي يعدل الميله، يلاقي الموضوع دوت يبقى محلول، يتحل ان شاء الله مع جيوكيرس. اتمنى يبقى سيزون جامد. اتمنى المنتخب المصري ان شاء الله يوصل لكاس العالم. يوصل لمستوى حلو في افريقيا. ليه ما نتوجش في افريقيا؟ اتمنى ان اللعيبه المحليه اللي هتروح بطوله العرب تشرفنا برضو، تلعب لعب محترم، تمثل المنتخب كويس. اتمنى منتخب الناشئين لكره اليد مشرفنا. امبارح وصل لدور الثمانيه. اتمنى ان هو يكملوا. اصطدموا بالمنتخب الاسباني، منتخب كبير. اتمنى ان هم يكملوا. اتمنى ان يبقى سيزون كرويا. اتمنى ان هو يبقى موسم كويس، يدينا حاجات حلوه. وفي اخر قعده يعني اتمنى ان شاء الله ان الفيديوهات الجايه تعجبكم. اتمنى ان شاء الله ان هي الكواليتي يعلى ان شاء الله. دوت استثناء بس النهارده كده. اتمنى ان الحلقات تعجبكم. اتمنى الاستمراريه بتاعتنا. ان شاء الله هننزل فيديوهات السبت والحد والحد والاثنين والخميس ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان احنا نبقى مستمرين. اتمنى ان يعجبكم. تدونا لايك، سبسكرايب. ودعمكم ان شاء الله نوصل نقدم معاكم سيزون جامد، سيزون مختلف. ان شاء الله يبقى فيه مفاجآت على مدار السيزون. نقدم لكم حاجه مختلفه، حاجه قويه ان شاء الله. نعمل حاجه جديده ومختلفه ان شاء الله. اللي احنا عايزينه ان شاء الله تطلع حاجه كويسه السيزون دوت. وبس سيزون تعارف ما بيننا ان شاء الله. نبدا
نوصل لكم، نبدأ نبني حاجة احنا عايزين نعملها، وإن شاء الله واحدة واحدة وبدعمكم نكبر ونبقى حاجة حلوة إن شاء الله بإذن الله. بس كده يبقى وصلنا كده لحد عدد الخميس، وإن شاء الله بإذن الله فيديو جاي يوم الأحد مع الأسبوع التاني في الدوري المصري. لو عجبكم الحلقة ما تنسوش اللايك، السبسكرايب. سلام.